في جملة بتقول A goal without a plan is just a wish. معناها إن هدف بدون خطة هو مجرد أمنية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الصفات الخمسة اللي لازم تبقى موجودة في الأهداف اللي احنا عايزين نحطها لنفسنا، وعرفنا ازاي نحدد الهدف بتاعنا ويكون سمارت. دول الخمس صفات اللي لازم تحفظهم زي اسمك، وتتعود إنك فعلا لما تيجي تحط هدف لازم تحط الخمس صفات دول في أي هدف بتاعك. أول حاجة specific، إنه محدد. measurable يعني قابل للقياس. actionable يعني قابل للتحقيق. relevant يعني مرتبط بالمرحلة اللي انت فيها. واخيرا time bound يعني محدود بوقت او محدد بوقت. بس يا ترى ايه الخطة عشان نحقق بيها الهدف ده؟ قبل ما نقول الخطة تعال نقول ان في الكام سنة اللي فاتت ظهر مصطلح اسمه New Year's Resolution، معناها قرارات واهداف السنة الجديدة. بتبدأ السنة وانت متحمس وهجيب ورقة واكتب الحاجات اللي انا نفسي انجزها السنة دي وهكسر الدنيا، وهوب السنة تخلص بص مفيش اي حاجة انت عملتها. السنة دي ان شاء الله هنحاول نغير ده مع بعض، ولو انت اول مرة هتكتب اهداف السنة الجديدة فدي فرصة كويسة جدا عشان هنتعلم مع بعض شوية حاجات جديدة ومتجربة فعلا وليها نتائج على ارض الواقع. بس المهم انت لو نويت تتغير يبقى لازم تبدأ من دلوقتي، مش من اول الشهر ولا من اول الاسبوع، تبدأ من دلوقتي. وما تنساش ان الحلم مهره غالي، وعشان توصل لحلمك لازم تخطط له كويس. قبل ما هنبتدي، لو انت مش سبسكرايبر او مش عامل اشتراك في القناة يا ريت انك تعمل اشتراك او سبسكرايب. ولو عايز تعرف ازاي تخطط لنفسك وتحط لنفسك خطة كويسة وتبدأ تتغير صح وتستمر في التغيير، يبقى لازم تكون فاهم مش حافظ. انا جون عزمي، يلا جهز مشروبك وروق على نفسك وتعالى نفهم مع بعض. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ يا ريت تجيب ورقة وقلم وخليهم جنبك واعمل بوز للفيديو عشان في نوتس مهمة كتيرة هنقولها مع بعض. وتاني حاجة هحاول على قد ما اقدر اخلي الفيديو سريع ومختصر، بس لو طول شوية استحمل يعني العشر دقايق دول لو احنا كملنا 10 دقايق. يعني اكبر فخ بنقع فيه وهو الحماس الزايد. اول حاجة تاخد بالك منها وتكتبها لو انت جبت ورقة وقلم، اكتب تجنب الحماس الزايد. ان انت اصلا لما بتوصل لمرحله ان انت عايز تكتب اهدافك وعايز تحسن من نفسك بتبقى متحمس جدا وبتحط امال كبيره قوي واهداف بتبقى كبيره وفي باور كده وانت بتكتبها. هي ممكن تكون وقت ما انت بتكتب الاهداف دي بتبقى حاسس انك هتقدر تعملها، بس عشان اللي انت مش واخد بالك منه دلوقتي ان انت متحمس قوي، وان انت مش هتكون متحمس كده دايما طول الوقت. يعني انت متحمس قوي دلوقتي والاهداف دي تبان انها قابله للتحقيق، لكن بعدين هيبقى الموضوع صعب شويتين. ممكن ادي لك مثال سريع يوضح لك كده. انت اتفرجت على فيديو تحفيزي عن القرايه وساعتها قلت انا الهدف بتاعي ان انا اقرا 50 كتاب السنه دي، وفعلا تكون متحمس جدا وتروح معرض الكتاب اللي هو بالمناسبه بيبقى اول السنه، وتروح تشيل لك شيله كتب محترمه قد كده وتيجي فعلا وتبدا قرايه. اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، هوب يعدي اسبوع وتكون وقفت. تبقى الفايده الوحيده من شيله الكتب اللي جبتها دي انها بتكون بتزين المكتبه بتاعتك، ان لما حد يزورك يقول ان انت عليك راجل بتقرا وعندك كتب كتير. وبتبقى المشكله هنا برضو ان احنا بنركز على ال 50 كتاب، فلما بنخستع اسبوع ولا حاجه بتحس ان الهدف بتاعك كبير ومش هتقدر تعمله، وده يخليك تيأس او خلاص يعني تفكك من الموضوع خلاص. طب ازاي نتعامل مع الموقف ده؟ الصح انك تخلي هدفك هو القرايه لمده 10 دقائق بس في اليوم. ال 10 دقائق دول يعني بمتوسط الشخص الطبيعي دقيقتين في الصفحه، فانت غالبا هتقرا 5 صفحات بس. يعني تخلي هدفك ان انت تقرا 5 صفحات بس كل يوم او 10 دقائق. يعني القصه كلها فكره بسيطه، ان انت مش هتقدر تماطل لان الموضوع بسيط قوي لدرجه انه مش هياخد منك وقت. ممكن الاسلوب ده في كتاب معين يعجبك ويشدك فتخلص الكتاب مثلا في قعده او قعدتين، تمام زي الفل. بس احنا برضو الهدف بتاعنا 5 صفحات او 10 دقائق في اليوم. الفكره هنا انك تدخل عاده القرايه 10 دقائق في اليوم، مش هيبقى الموضوع صعب عليك وهتبقى الحاجه دي بقت عاده عندك. انت مش متخيل الموضوع ده ممكن يأثر عليك ازاي في حياتك، وازاي انه بسببه ممكن تتعلم انك تكتسب عاده جديده ومفيده ليك كل يوم من الوقت. طب ازاي ان انا هلزم نفسي ان انا فعلا احقق الهدف بتاعي؟ وخصوصا ان انت لما بتيجي تجرب حاجه جديده احيانا بتنسى لانك مش متعود عليها، واحيانا بتنسى لانك بتكسل او بتماطل. يعني انت مثلا خلصت 10% من الهدف بتاعك، هتحط ده فين او هتخليه فين بحيث ان هو دايما يشجعك انك تكمل الهدف بتاعك؟ او ان انت قابلت مثلا بعض العقبات او بعض المشاكل عشان تحقق الهدف بتاعك، فازاي ان انت تسجل الحاجات دي بحيث انك تاخد بالك المره الجايه لما تيجي تحط هدف زيه؟ عشان كده لازم يكون في دايما حاجه تقدر تستخدمها بحيث تساعدك انك تعمل الفولو اب بتاعك عشان خاطر تقدر تكمل. ودلوقتي في حاجات كتيره ممكن تفكرك وتساعدك انك تلتزم بالعادات الجديده اللي انت بتعملها. وهنا الحاجه التانيه اللي عايزك تكتبها في ورقتك، انك تكتب اهدافك وتخليها دايما قدام. في حاجات بسيطه في الادوات دي زي مثلا التو دو ليست او الستيكي نوتس، وفيها بتقدر تكتب اللي انت عايز تدخله في يومك او بتحطه قدامك، وبكده يكون اول حاجه انت بتشوفها كل ما تفتح التو دو ليست بتاعك هيكون عليك احساس بالذنب شويه انك لازم تنجزه.
وكمان لما هتنجزه وتعمل علامة صح على الحاجة اللي خلصت هتاخد جرعة من الدوبامين فهتبسطك وتحس بسعادة. وفي برضه برامج تانية موجودة كتير على الاب ستور، وفي امور تتبع العادة الجديدة اللي انت عايز تتتبعها، وفي اخر الشهر ممكن يديلك احصائية انت التزمت قد ايه بالعادة دي، فوتت كام مرة. فدور على الابس دي وشوفها عشان خاطر هتفيدك كتير. وما تنساش احنا برضه محتاجين نضيف حتة الديت او المدة، عشان زي ما قلنا قبل كده ان الهدف بتاعنا يبقى تايم باوند، يعني محدد بوقت. مثلا انا عايز اخلص الهدف ده الاسبوع ده، فبدايته من النهارده ويخلص يوم كذا. الكلام ده لكل تاسك من التاسكات اللي انت حاططها لنفسك. معلش لو طولت عليكم، بس الموضوع مهم ومجرد ما بتطبقه وتلتزم بيه الدنيا بتمشي معاك زي الفل. يعني لازم تتخيل كده كل لما تشوف الهدف الاولاني خلص، فده هيشجعك انك تشتغل على باقي الاهداف التانية بتاعتك. وخليك فاكر ان وضع الاهداف بينور لك الطريق بتاعك للنجاح، بالظبط زي النور بتاع مهبط الطيارة اللي بينور للطيارة بالليل ويعرفها انها تنزل هنا وتحقق طريق وصولها للمطار بنجاح. فلو انت فعلا عايز تنور طريقك للنجاح ايا كان النجاح بالنسبة لك ايه، فلازم تحط الاهداف بتاعتك كويس. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو ده، والحلقة الجاية هنتكلم في موضوع تاني مهم جدا استكمالا لخطة التغيير اللي عايزين نوصل لها في السنة الجديدة. ولو عجبك الفيديو اكتب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد وتكون سبب مساعدة. وما تنساش شعارنا عليك القرار وعلى الله المسار. الله معين. سلام.